هل هناك فرق بين صلاة التراويح والقيام وصلاة التهجد، أم أنها مصطلحات ثلاثة لشيء واحد؟ وما وقتها؟ متى أصليها؟ أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها قد أطلت علينا العشر الأواخر من رمضان، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والبعض يتساءل، أو الكثير من أبنائنا وبناتنا يتساءلون: هل هناك فرق بين صلاة التراويح وصلاة القيام وصلاة التهجد؟ أم هي مسمى لشيء واحد، أم هي مسميات مختلفة؟ ومتى وقت هذه وتلك؟ اولا، النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من ليالي رمضان صلى بالمسلمين بعد العشاء ركعات 8، ودخل الى بيته. بلغ الصحابة الذين يعني انصرفوا بعد صلاة العشاء ولم يحضروا هذه الصلاة، بلغوا من اخوانهم فتكاثر عددهم في المسجد في الليلة الثانية، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعات 8. في اليوم الليلة الثالثة دخل الرسول بعد صلاة العشاء ولم يخرج لهم، وقال: خشيت أن تفرض عليكم، خشية أن يشعر المسلمون أنها صارت فريضة. فأصبح الناس يصلون في أطراف المسجد كل على حدة. ولما جاء عمر رضي الله عن هذا المجتهد الكبير، فرأى الناس يشوش بعضهم على بعض، فجمعهم على إمام واحد. أما ما الفرق بين صلاة التراويح والقيام والتهجد؟ فربما يجوز أن نقول إن صلاة التراويح هي صلاة القيام، لأنها كلها بالليل بعد العشاء. التراويح 8 ركعات، كان بعض الصحابة يصلي 20، كان سيدنا عثمان في زمنه يصلي 36 ركعة غير الشفع والوتر. هذا أمر، ولكن الإجماع على الركعات 8، وركعة 8 بتأني أفضل من عدد أكبر بسرعة ويعني بتسارع في الصلاة. أما صلاة التراويح والقيام. أما صلاة التهجد فالعلماء يوجبوا أو مش يوجبوا فيها، يروا فيها أنها يسبقها نوم، أن الإنسان ينام وبعدين يصحى يستيقظ ويصلي، ويفضل تكون في الثلث الأخير من الليل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ليه التهجد في الثلث الأخير؟ لأن ساعة التنزل الإلهي، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ويقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، ألا من صاحب حاجة فأقضيها له، حتى يطلع الفجر. فأخلصوا النيات لله، أخبتوا قلوبكم لله، صفوا صدوركم مما علق بها من يعني أشياء معينة تحجب ما بين العبد وبين نور ربي في هذه الأيام والليالي. نسأل الله القبول منا ومنكم. لا تنسوا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.